السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوميز بيضيع فرحة الزملكاوية امبارح، من امبارح والزملكاوية فرحانين بفريق السيدات لكرة الطايرة. الرجالة بجد معاهم مدير فني محترم، انا برفع له القبعة وبقول له شابوه على اللي عمله امبارح. وانا كنت بقول ان الزمالك محتاج مدرب او مدير فني لكرة اليد وتدعيمات قوية للفريق. لكن اللي انا شفته امبارح من ارتباط البنات بتوع فريق كرة الطايرة بيه، بيتعاملوا معاه بمنتهى الاحترام والذوق وقريبين منه جدا، واضح جدا جدا ثقتهم فيه ملهاش حدود. من قرب البنات منه، القرب الجسدي، قرب البنات منه يبين لك قد ايه هم واثقين فيه، قد ايه هم يعني هو قريب منهم، قد ايه هو شايل الحواجز. دي بنات متجوزين، كلهم متجوزين، لكن بيتعامل معاهم زي والدهم بالظبط. مفيش، تحس مفيش البنات، مفيش بينهم وبينه اي حواجز، غير المدرب مثلا اللي كان قبل كده، غير علاقه لاعبات الاهلي مثلا بالمدرب بتاعهم، مع انه اكبر سنا من ده. لكن واضح ان ارتباطهم بيه والثقه اللي في الراجل هي سبب الفوز امبارح. كل اللاعبات اللي طلعوا امبارح بيهدوا الفوز. النهارده مدير فني بيهرج، والله العظيم ثلاثة. اول ما شفت التشكيل قلت ايه التهريج ده؟ ايه التخلف ده؟ ازاي ده لو مع انا لو مع عبد الواحد السيد، سيبك من احمد مجدي. احمد مجدي اصلا بيترجم، يقول كلام ملوش دعوه باللي الراجل بيقوله. عبد الواحد السيد لو انا اقول له انت هتضيع مننا الدوري، انت هتضيع مننا الدوري، انت النهارده كسرت بايدك مفتاح حظك. الدنيا ماشيه معاك وابتديت تكسب مباريات متتاليه ورا بعض، ثقه المكسب بقت في الفريق، ابتدت الفريق يبقى ليه شكل، الفريق يبقى ليه شكل كويس، وابتدت ثقه المكسب ما بين الجماهير والفرقه واللعيبه وبعضها والجهاز. انت النهارده رحت كاسرها. ايه التهريج ده؟ ايه التهريج ده؟ انت عندك ماتش بعد 7 ايام في الكونفدراليه. دي بطوله منفصله تماما بعد 7 ايام. انت عندك ماتش بعد 7 ايام، النهارده بتلعب ماتش مع فرقه في مصر في الدوري المصري، لا بيضربوا ولا بيدغدغوا ولا بيكسروا. انت الماتشين بتوع الاهلي، زيزو نازل سليم وجاهز وتمام، اتعور في اول 10 دقائق، في اول الماتش في اول 5 دقائق، والتاني في 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 الماتشين اتصاب فيهم يعني وهو بيلعب في الملعب. اصابه ممكن تيجي في اي وقت. الله اكبر. الونش ما جاله رباط صليبي في التدريبات، عبد الشافي ما جاله رباط في التدريبات. ايه التخلف ده؟ لسه حد بيفكر بالتخلف ده يا راجل؟ ده قمه التخلف. وبعدين في حد بيلعب في الدفاع؟ اشيل 3 من المدافعين، 3 مدافعين، واجيب ديفندر احطه. النهارده نجم المباراه في الشوط الاول، احسن لعيب في الزمالك في الشوط الاول محمد شحاته، لعيب بيثبت انه من افضل الصفقات السنه دي، من افضل الصفقات بجد على اداء وروحا ونتيجه وكل حاجه. الا بلعب شايل 3 مدافعين، وابراهيم نضاي يخرب بيت ابراهيم. الهجمه الوحيده اللي راح بيها سموحه على الزمالك غلطه ابراهيم نضاي اللي هم جابوا جون، وبعد كده لا راحوا ولا جم ولا شفناهم من ناحيه النص. وجايبين لعيب لا يمت للرجوله بصله اللي اسمه حسام حسن، كل حاجه ينام على وشه، كل حاجه ينام على وشه في نص الملعب جوه ال 18. 4 كور من الشوط الاول وهو بيعمل كده، وانت اديته انذار في انذار، ما كانش وصلنا للمرحله دي. ده اي حد يجي جنبه انت بتلعب ايه واحنا بنلعب ايه؟ واحنا جايبين لك نحط لك بنلعب بمكياج، بنحط مكياج لبعض. التشكيل انت السبب فيه. انا العب بالمباراه كامله النهارده بنفس اللعيبه اللي لعبت بيهم الماتش اللي فات وانا كسبان. النهارده الكابتن طارق مصطفى، يعني شيء يذكر يعني، راجل اكذوبه كده بيكذب على نفسه، ومصدق نفسه ان هو مدرب، ومصدق نفسه ان هو مش عارف ايه. وكل ما يتكلم يقول لك اصل في المغرب فيها. انت ايه يا عم الحاج؟ هو انت كنت مغربي ولا ايه يا كابتن؟ ده انت اول نادي يثق فيك. انت من سن حسام حسن وايهاب جلال والجيل ده وطارق يحيى اللي بطل تدريب، وانت لسه دوبك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في التدريب. اول نادي يثق فيك ويدربك. اهو النهارده مغلوب من انبا 4-1. الاهلي بيتعرض اما المدرب اوت في نص الشوط، اوت في نص الملعب وفي نص الشوط الاول، وبيعترض على الحكم. اوت
بتعترض على ايه؟ هم ده برضو من المدربين اللي هو اول ما يخسر يروح رايح يجري على الحكم. ليه؟ عشان هو اتغلب من الزمالك فجماهير الاهلي هتصدقه، اتغلب من الاهلي يبقى جماهير الزمالك هتصدقه. ما احنا بنشوف وبنفهم. فالنهارده طارق مصطفى اللي كان زعلان انه اتغلب من الزمالك 4-1 من انبي. طيب فانت مدير فني العب بنفس التشكيل اللي بلعب بيه المباراه اللي فاتت واكسب المباراه، وبعد كده مثلا في الدقيقه 60 في الدقيقه 70 خلاص انا 2-0 مثلا وابتديت وماسك رتم المباراه، ابتدي مثلا عايز اريح مين؟ عايز اريح زيزو، واروح موقف عمر جابر وفتوح لو بيلعبوا اقفوا بقى سلي مستر، ما تجريش كتير عشان ما تبذلش مجهود. اللعيبه بدل ما تريحها من النهارده، لا يخرب بيتك نكدت علينا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، والله العظيم ربنا ينكد عليك زي ما نكدت علينا. انت عايز تريح اللعيبه دي وعندك ماتش بعد 7 ايام، اللعيبه دي يلعب النهارده يكسب المباراه، انت هتدي اللعيبه يوم واحد بكره راحه، ادي للعيبه اللي انت كنت هتريحها النهارده دي يوم تاني. ادي فتوح وعمر جابر ودونجا وزيزو والمسلوسي وحسام عبد المجيد يوم زياده، يبقى كان ياخدوا اللعيبه كلها تاخد راحه بكره، ادي الدور راحه بعد بكره ويجي يتمرنوا معاك 3 ايام وتروح التدريب، يا ده ياخدوا راحه بكره ويجوا بعد بكره تمرين خفيفه كده فك عضلات وبتاع ويمشوا. انما انت تخسر 3 نقط في ماتش سهل زي ده من اسهل مباريات الدوري، لان سموحه بيلعب قدامك مباراه مفتوحه، ما بيتكتلش في الدفاع زي طارق مصطفى ويقفل وعايز هيغل في نفسه عشان بس ياخد نقطه من قدام الاهلي او الزمالك عشان يقول لك ده مدرب مش عارف ايه، ونجح قدام الاهلي وكسب الاهلي وكان عامل ماتش كويس قدام الزمالك. لكن لما هو هيجي يلعب بقى كره مفتوحه، ما هو بيلعب ايه فعايز يكسب ايه بيتغلب. ليه؟ لان هو نفس الفكره بتاعت ايهاب الناس اللي هي متعوده تتدرب فرق في منتصف ده في الجدول او في مؤخره الجدول، فبيتكتل وبيضغط على مفاتيح لعب الفريق الثاني، وبيستغل ان الفرق الكبيره دايما بتلعب هجوم وما بتعملش حساب للفرق الصغيره دي، وبيستغل جمله ولا جملتين وبيوفق فيهم. اهو خسر النهارده 4، لكن انت النهارده خسرتنا 3 نقط، ضيعت فرحه الزملكاويه من امبارح، كسرت مفتاح حظك بايدك، انا بكسب والمباريات ماشيه وابتدت اللعيبه يبقى عندها ثقه، الجماهير قاعده مهما اتاخر الفوز عارف ان انا هكسب. ليه؟ عندي لعيبه تقيله في الملعب، لعيبه بتتحرك، عندي مشاكل كتيره في خط الهجوم، لكن عندي لعيبه تقدر بامكانياتها الفنيه ومهاراتها الفنيه توصل تجيب جون من تسديده من جمله بتاع وهكذا. انما انت النهارده عامل تشكيل مصيبه سوداء، وانا لو مع عبد الواحد السيد انا ماليش دعوه بالكوره خالص، انا راجل مدير كوره اهو، اشوف ماتشابه ده اقول له عيب ينزل الملعب، والله العظيم 3 اقسم بالله عيب وعار على مجلس الاداره ان لعيب زي ده موجود في الزمالك، والله العظيم 3 عيب على الزمالك وجماهيره ومجلس الاداره ان لعيب زي ده يكون موجود. انتوا بتهرجوا ده الواد النهارده 10 12 كوره عبد الله السعيد اداها له، ناصر ماهر اداها له، سيف جعفر الموظف اداها له، محمد شحاته اداها له، يلمسها تطول منه، يدوها له وان يدي الطول الباك، الكره عبد الله السعيد اداها له على الارض يروح معليها يجي ينزلها تاني يكون الواد خدها من قدام، ولا كره طلعت من رجليه ولا كره راحت له. لو تاخدوا بالكم في نهايه الشوط الاول اللعيبه ما بقتش تبصيله، ما بقوش يبصوا له. ليه؟ لان الكره بتروح له تتقطع منه، الكره تروح له واللعيب ياخد المساحه يعني يجري عشان يستلم منه الكره تتقطع منه فيتضرب ورا محمد شحاته. ده لعيب ده بتلعبه ازاي؟ بيعمل ايه في التمرين ده عشان انت شايف ان ده لعيب يلعب؟ طب ما انت عايز تريح الناس، طب ما انت النهارده لعيب رجليه قريبه في الملعب شويه زي مهاب ياسر افضل منه 100 مره، محمد عاطف ده افضل منه مهما كان مستواه افضل منه 100 مره، على الاقل عنده بادي جسم شايفينه بيتحرك قدامنا وبيلتحم ويسلم مستلم، يا راجل عيب. وبعدين سيف جعفر انا مش عارف هم رجعوه ليه، راجل موظف عامل زي الراجل موظف كده مشرف في مكان يروح ينام بالليل يروح يبص كده على الناس الموظفين ولا الطلبه عنده في البتاع، صباح مساء الخير مساء الخير، يعرفوا ان هو جه 5 دقائق بس يوريهم وشه ويخش يروح متكلفت ونايم، يصبح الصبح ورديته خلصت ياخد بعضه ويروح. او موظف يروح الصبح الشغل يمضي ويقعد يتسكع من هنا شويه يستخبى في دوره الميه يصلي الظهر 14 ركعه ويقف هنا شويه 5 دقائق هنا ويجي ميعاد الانصراف ياخد بعضه ويمشي. ده سيف جعفر ما عندوش اي راجل، ما عندوش، تحس انه زاهد في الحياه، ما عندوش هدف في اي حاجه، هو نازل ما بيعملش حاجه خالص خالص.
ما عندوش حاجه خالص يعملها. النهارده مشيت معاه الكوره، مشيت معاه وعدت من ما بين النجم العالمي اسلام جابر وبتاع، وثلاثه معاه، اربعه، ثلاثه لورا، وسيف الجزيري داخل لوحده قدام. طب دوس على الكرة شويه وروح على الخط واعمل اوفر كات لورا، او كات اوفر لورا باللي هي البرازيليه اللي ورا دي. لا، ومن مكانه، لان هو مش مصدق ان الكرة مش معاه، ان الكرة مش معاه بايلاق، وراح لعبها بالعرض على راس اول مدافع من وبعد كده ما شفتوش تاني، ما شفتوش تاني. تعالى بقى اتفرج على محمد شحاته، قاطع وضغط وروح، وعايز يروح، وعمل كورتين بالعرض وراح وشاط وعمل، عايز يعمل حاجه، عايز، عنده حاجات عايز يطلعها للفريق، ومهما تحط عايز يثبت وجوده. فلوس في حلال محمد شحاته ده. لكن سيف جعفر من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت ما بيقدمش حاجه مع الزمالك خالص. لعيب ما عندوش حاجه، ما عندوش حميه ولا روح ولا هو عايز، بيغير على نفسه ان انا عايز اثبت نفسي واثبت اسمي واثبت اقدامي ما فيش خالص. يلعب يقعد، هو عايز، مبسوط بالقعده دي ان هو بيتدرب ويهزر ويعمل ده يمشوه اخر الموسم. انا ما اعتقدش ان ده هيقعد وهيلعب وهيبقى موجود. لما تلعب ماتيابا ده، واحد زي سيد نيمار قاعد بره، يبقى سيد نيمار يمشي. لما ماتيابا ده يلعب، اي لعيب قاعد بره وان ماتيابا ده بيلعب، هو ماتيابا ده بيلعب، مين اللي قاعد بره؟ فلان وفلان وفلان فلان وفلان، ودول يمشوا. لما يبقى في مدرب شايف ان ده لعيب يلعب واللي دول يقعدوا بره، يبقى يمشوا. لما ده مصيبته سودا كده وبيلعب، امال اللي قاعدين بره بيعملوا ايه في التمرين؟ فدول يتوكلوا على الله. النهارده زياد كمال عمل مباراه كويسه جدا جدا في الشوط الاول، لكن مشكلته ايه؟ ان انت على شماله ابراهيم نضاي مصيبته سودا، وقدامه سيف جعفر زي ما لسه بنتكلم عنه، وماتيابا. تعالى بقى دونجا بيلعب قدامه مين؟ بيلعب جنبيه عبد الله، وبيلعب قدامه احمد حمدي، وهنا ناصر ماهر، وهنا زيزو، وعلى شماله فتوح، وعلى يمينه عمر جابر، ووراه الاثنين الاساسيين المساكين. فبيطلع افضل حاجه. لما بتتاثر منه شويه ناس كتيره بتلم وتسند معاه، انما انت حاطط ده لوحده في نص الملعب. سيف جعفر لا بيرجع، وماتيابا مصيبته سودا والله العظيم ثلاثه. ده انا لو من المجلس الاداره الراجل ده ما تلعبوش تاني لاخر الموسم، ما تلعبوش تاني لاخر الموسم. واللي جابه يشيله والله العظيم ثلاثه. ال 200,000 دول ياخدوهم من محمد داوود بتاع رئيس السكاوتنج بتاع نادي الزمالك اللي جاب لنا ده لعيب كوره، ده لعيب كوره. يقول لك اصله حريف ولا فين؟ ده ما بيعرفش يستلم الكوره. ده الواد جاله 7 8 كور استلامهم غلط. عبد الله بيديله الكوره على الارض يروح معليها، يديله الكوره قدام يروح لميمه ورجع بقى لورا. وابراهيم نضال النهارده محسسك انه بيلعب في مركز شباب، الكرة على الخط بدل ما يسلمها يروح لعبها. النهارده عبد الله السعيد عمل فين روعه، الكرة رايحه له راح مفوتها، راحت رايحه لابراهيم نضاي، وراح عبد الله عمل له اوفرلاب وراح في المساحه الفاضيه عشان ابراهيم نضاي بقى يحطها بشماله في الحته. راح ابراهيم نضاي مستلم الكرة وعايز يلم لورا تاني. طب بتستلمها ليه؟ انت بتستلمها ليه لما هي اصلا جايه لك متحركه وعبد الله بيجري لك؟ حطها له، ضربت الباك وروح بقى انت خش على جوه استلم زي ما فتوح بيعمل. راح موقفها خايف، ما عندوش ثقه في نفسه، راح موقفها، ضغط عليه الباك عايز يلمه وخدها، راح ماسكه من رجليه. بدل ما تبقى هجمه واعده للزمالك وضربنا الخط الدفاع الاول وضربنا الباك الشمال عبد الله يروح لوحده يلعب بقى بالعرض ولا يسلم لحد قدام، بقت فاول على الزمالك وبقت رجعت لورا. كره ثانيه برضو سهله في رجليه وقفها غلط، فبدل ما بنطلع بنبني هجمه راح مطلعها اوت. بعد كده الكرة اللي اتضربت 1 2 اتضرب هو في الكوره واتلعبت بالعرض دخلت جول. كل ياسر حمد النهارده هو مش لاعب زمالك من الاساس، لكن النهارده انا ما اقدرش احاسبه على حاجه، ما غلطش في حاجه يعني، ما عملش حاجه غلط. الارض اصلا كانت بتزحلق وكل اللعيبه كانت بتزحلق، واتزحلق مرتين في اول ماتش. كل اللعيبه كانت بتزحلق، حتى لعيبه سموحه في الشوط الاول تقريبا الملعب برشوش ميه زياده، ما غلطش في حاجه. لكن هو من الاساس انا مش مقتنع بيه ان هو يبقى موجود لاعب زمالك يعني، لان لا في ضغط النهارده على الزمالك ولا في هجمات على الزمالك عشان اقدر اختبره. لكن زياد كمال كل الكوره اللي كانت كل المواقف اللي كان بيتحط فيها زياد كمال كان بيتصرف فيها صح. الكوره الوحيده اللي حمد كان ممكن ان هو ما كانش خلى حسام حسن لعب الطول، الكوره راحت له فلاعب الطول الواد اللي جاي من ورا يحط جول. كان المفروض يبقى ضغط على حسام بشكل اكتر من كده. هو شايف ان حسام حاجه غير محترمه وحاجه قله ادب بصراحه، وبرضه في ماتش الاهلي قاعد يعمل كده وفي الاخر اتطرد برضه بنفس الطريقه.
في الماتش، مش عارف الموسم ده ولا الموسم اللي فات، بنفس الطريقه، واتطرد برضه تقريبا في ماتش الزمالك قبل كده. مش عارف ايه القرف اللي هو بيقعد يعمله ده. تلعب زي الرجاله، تحدي مسكك حد شنكلك تاخد ضربه جزاء بجد، يا تستلم الكره وتلف تلعبها في الجون، دخلت الجون الجون صدها، يبقى شكلك كده. انما شغل اللعيبه المبطله ده اللي مش لاقي حق مع ده عدم ثقه، عدم ثقه، ما عندوش ثقه في نفسه ان هو يستلم الكره ويحجز بجسمه ويلعب. ده الخلاصه. تيجي بقى النهارده سيف الدين الجزيري ده لعيب لا يصلح باي حال من الاحوال، ورايي فيه مش هيتغير لو جاب 3 اجوان في الاهلي الماتش الجاي، ولو جاب جونين في الكونفدراليه هناك وجاب جونين في الكونفدراليه هنا. لعيب لا يصلح للزمالك، مش لعيب كوره اصلا. ده انا عمري في حياتي ما شفت واحد راس حربه بالشكل ده. يعني شوف ناصر منسي كورته قليله جدا، لكن على الاقل يا راجل بيجري، يا راجل ده بيعرف يعمل سبرنت ويجري، بيجري، مش ياخد الحته من هنا اللي هناك هنا 10 متر في 40 خطوه، ده خطوه والثانيه والثالثه تبقى في اخر 10 متر. والناس ما تحس. ده سيف الجزيري بيفكرني بالترماي بتاع العزبه زمان، لما كان يمشي يقعد يعمل تراب وعفار وعامل صوت جعوره وهو ماشي، ما مشيش 2 متر في مكانه، وفي الاخر اول ما يجي يلف يروح واقع من على القضيب ومنزلين الناس في حته مقطوعه. ده سيف الدين الجزيري. انت بتعمل مصايب، نزل كل ده، دول كلهم عايزين يمشوا، ياسر حمد وابراهيم نضاي ومطيابه، وتسال على انه بيلعب. لما انت بالينا ببلوه سوداء اسمها سامسون اكينيولا مخرجه بره التشكيل خالص، انت بتهرج. يعني انت النهارده مريح النجوم اللي هم الاساسيين وحاططهم على الدكه. طب سامسون اكينيولا اللي انت عرفنا بيه بقى لك ماتشين 3، وانا مش مقتنع بيه لعيب خالص. واللي قاعدين في الاستوديو اللي بيتكلموا على ان سامسون ده لعيب كوره، والله العظيم 3 ما عندهم فكره عن الكوره. عشان انا اروح اجيب لعيب محترف عشان بيستلم الكوره ويقف يستنى محدش ضغط عليه يروح حاططها للي جنبه 2 متر. ايه التهريج اللي انتوا فيه ده؟ مخرجوا بره السكور خالص النهارده ليه؟ مين ده؟ بتريحوا من مين؟ بتريحوا من ايه؟ هو بيلعب اصلا؟ هو حتى لما بيلعب سامسون اكينيولا بينزل ناشف وبيخرج ناشف، ما بيعرقش، ما بيجريش. والله العظيم عامل زي ذكر البط، هو بيجري. مش عارف البط لما بتجري على رجلين، هو بيجري 2 متر ويقف، 3 متر ويقف. قال النهارده بره السكور خالص. وماتشابه بيلعب وسامسون وسيف الجزيري وسيف جعفر بيلعب. خسرتنا 3 نقط، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. والله العظيم يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اقول لك ايه؟ والجهاز اللي معاه ده، اقعد معاه يا كوتش، احنا كده هنخسر 3 نقط، واحنا ما صدقنا ما قربنا من الدوري. فزنا على الاهلي، دخلنا السباق النهارده 9 نقط بينك وبين الاهلي. كل سنه وانت طيب. الماتش ده خساره النهارده دي مش مجرد خسرت 3 نقط، لا، انت خسرت منافستك على الدوري. انت خسرت جذريا ان انت تطلع تاني رسميا وبشكل جذري ان انت تطلع تاني الدور الاول في اي حاجه. ده انت كان فرق بينك وبين بيراميدز 5 نقط ومستنيين الاهلي وبيراميدز عنده ماتشين من الدور الاول لسه بيلعبوا مش مع سموحه ومع الاهلي. كنا منتظرين يتعادل ماتش ويخسر ماتش او يخسر الماتشين، فانت تفرق عنه بفرق الاهداف. النهارده انت كده فرق بينك وبين بيراميدز 8 نقط وهو عنده ماتشين، حتى لو خسرهم انت هتبقى اقل منه. ادي الناس اللي قاعده معاه على الدكه ما بتقولوش. احنا خد بالك لو ما طلعناش تاني في الدور الاول مش هناخد بطوله، مش هنلعب في بطوله افريقيا السنه الجايه، هنلعب كونفدراليه برضه. ده لو القرار الفاسد بتاع اتحاد الكره اللي موجود، صرف النظر عن مين يطلع اول ويطلع تاني. سبب سوء المسابقه وتخلف المسابقه اللي احنا عايشين فيه هو اتحاد الكره بسبب الاهلي. طيب الزمالك يلعب ماتش الكونفدراليه وبعدها باسبوع هيجي يلعب الماتش الثاني في مصر، ما يلعبش ليه ماتش في النص؟ طب الزمالك كده بيلعب رسمي، لان الزمالك متقدم على الاهلي بماتشين، فالاهلي يلعب الماتشين دول قبل ماتش الترجي. ليه الزمالك ما يجيش من الكونفدراليه يلعب ماتش في النص والاهلي يجي من الترجي يلعب ماتش في النص؟ بقول لكم صن داونز لعب مع الترجي في تونس يوم الجمعه، وكان الاهلي بيلعب مازيمبي، ورجعوا يوم الثلاث لعبوا ماتش في الدوري كسبوا 2-1، ويجوا يوم الثلاث يعني لعبوا الجمعه في افريقيا ولعبوا الثلاث في دوري جنوب افريقيا، ولعبوا الترجي في الماتش قبل الثاني يوم الجمعه. خسروا كسبوا، مش قضيتك انت كاتحاد كوره، انت مش قضيتك. انت ليك مسابقه بتنظمها وتحطها في ماتشين في افريقيا. لازم الفريق تلعب في ماتش في الوسط في وسط الجدول، يا تخاطب الاتحاد الدولي
الاتحاد الاسف الافريقي خلي الفرق بين الماتشين على الاقل 9 ايام، اديني يوم كمان، يعني جمعه وسبت، تلعب الجمعه دي والسبت اللي بعده، بحيث ان انا لاعب الفريق ده يوم الثلاث. الماتش الاولاني هيبقى على ارضه مثلا، الاهلي بيلعب على ارضه، يلعب يوم الثلاث ويقدر يلعب السبت. الماتش بره ارضه اقدر العب الاربع ويلعب السبت على ارضه. والزمالك، انا مش بقول لك الاهلي بس، والزمالك. لكن انت بتعمل كده مخصوص عشان احنا عارفينك ان انت بتعمل كده مخصوص عشان الاهلي، لان انت مش اول موسم ده. الزمالك الكام سنه اللي فاتت ما كانش بيكمل في البطولات الافريقيه، وكنا بنقعد الموسم. يعني في فرقه لعبه النهارده 20 مباراه والاهلي لعب 12 مباراه، فرق 8 مباريات. حتى لو هتاجل ماتش مباريات للاهلي والزمالك، يبقى الاهلي والزمالك اقل من فرق الدوري ماتشين مثلا، ماتش زي الدوري الانجليزي كده، مانشستر سيتي اقل ماتش. ما تقوليش اصل اوروبا فيها وانجلترا في، ما هو جنوب افريقيا هو معانا في افريقيا، والترجي معانا في افريقيا، وكانت الوداد والترجي معانا في افريقيا، بيلعبوا بنفس الشكل. يلعب ماتش في افريقيا يرجع يلعب ماتش في الدوري ويلعب الماتش الثاني في افريقيا، يلعب ماتش في الدوري بعدين يروح يلعب الماتش الثاني في افريقيا. فتخلف او التاخر اللي احنا فيه ده بسبب اتحاد الكوره. المفروض الزمالك والاهلي، ما ممكن اقول لكم حاجه، لو الاهلي خسر ماتشين، وارد في كره القدم يخسر الماتشين اللي جايين، فكده يبقى بيراميدز والزمالك هم اللي يخشوا افريقيا. هل ده هيتنفذ؟ ابدا. وهتطلع لائحه بالليل ان لا، اخر اسبوع هنلعب في الدوري، اول ما الاتحاد الافريقي يقول هنشوف مين الاول والثاني، هتتلغي في ساعتها. زي دوري الناشئين كده، من 3 سنين حصل نفس الموقف مع الزمالك. قال لك الزمالك بفرق الاهداف، والزمالك كسبان فرق اهداف اكتر، فكان الزمالك لازم يتغلب 5-0 من الاهلي عشان الاهلي ياخد الدوري. الاهلي في الماتش ده كسب 2-1، اللي هي الازمه بتاعت امام عاشور لما قال قصيده شعر في القصيده اللي الامام عاشور راح بيها الاهلي. وطلعت اللائحه بالليل لا هيتقسموا البطوله، عمرنا ما شفناها دي. ونفس الكلام مع انبي السنه دي، اللائحه بتطلع بالليل، اللوائح دايما تطلع بالليل. يشوف الاهلي، لو الاهلي كسب وخد البطوله خير وبركه، ما اللائحه حلوه، الاهلي خد البطوله. الاهلي خسر البطوله، لا اللائحه بتتدخل بقى، وهيطلع عقد اللاعب سليم. المهم ان الوقت عارضين على الانبي يتقاسم البطوله مع الاهلي. ما هو حاجه من الاثنين، يا الموقف اللاعب صح في الاهلي ياخد البطوله وده مش موجود، يا اما موقف انبي صح وانبي ياخد البطوله. انما بتقسم البطوله بنعرف احنا اللائحه اللي بتطلع بالليل دي. فنفس الكلام هيطلع. افرض الاهلي الماتشين اللي جايين بس، كل شيء وارد في كره القدم، يخسر الماتشين اللي جايين ويجيب عدد نقط اقل من بيراميدز والزمالك في الدور الاول. خلاص الاهلي دلوقتي لعب 12 مباراه في الدور الاول، فاضل له 5، يخسر فيهم مباراتين 3، يخسر. انا اخلي الاهلي يخسر، احتمال انه يخسر الخمس، مش عنده 5 مباريات، احتمال يخسر، احتمال، احنا بنتكلم في احتمالات. هل اللائحه هتطبق عليه؟ لا مش هتطبق عليه. فانت المفروض الاتحاد الافريقي يقول لك ايه، احنا عايزين قبل شهر 8 خلاص، اخر اسبوع تعالى شوف الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر ومن اخر، هو طلب اهو اخر اسبوع في 8 هحسم عليه الدوري من دلوقتي تتقال. انما انا الاهلي والزمالك لاعبين عدد 5-6 مباريات، والاهلي 5 مباريات و6 مباريات عن الفريق الاول، ولسه الدور هيخلص في شهر 6، الدور الاول ده المؤجلات هتخلص في شهر 6 اللي جاي. مين السبب في ده؟ اتحاد الكوره. نرجع تاني لمرجوعنا. الراجل النهارده جوميز، خساره ماتش النهارده عملت مشاكل جوه الفرقه. اولا انت زهقت عبد الله السعيد، يعني يوم ما تلعبوا في مركزه بتلعبوا معنا. النهارده عبد الله بقى واقف بيقف، ده يدي لابراهيم النضاي يخرج بيها بره، يدي المطيابه ما بيعرفش يستلمها ياخدوها منه، يدي لسيف جعفر ما بيعملش حاجه سيف جعفر انه يرجع الكوره لورا. فين؟ وسيف الجزيري نايم في حضن المدافعين ومفيش غير هو وناصر ماهر. ناصر ماهر لحد دلوقتي في رايي انا، في ذمتي انا، ما عملش ب 15 جنيه مع الزمالك من ساعه ما جه. هو متصيد، لكن تعالى تشوف ما عملش حاجه ناصر ماهر. ايه يعني بيعمل؟ طب ما كل الناس بتعمل كده. فين الاضافه؟ فين زيزو؟ فين هو من زيزو؟ فين هو بصمته من بصمه فتوح؟ فين بصمته من بصمه عمر بصمه. انا مش بتكلم على مراكز. شوف عمر جابر في مركزه عامل بصمه في مركزه، دونجا في مركزه عامل بصمه في مركزه، بصمه. اللي هو اللعيب اللي في المركز ده تقلق لما مش موجود. انما ناصر منسي لا، لعيب مش
مش صايع كوره، مش بتاع حرت، مش هو موهوب وكورته حلوه بتخرج منه الكوره حلوه بتاع، بس فين المحصله؟ فين المنتج؟ فين الاضافه؟ ما انا لما اسلم لعبد الله وادي لزيزو واخد من زيزو، دي مش هو ده اللي احنا عايزينه. فين الكره اللي الجول بيطلعها من المقص؟ فين الكره اللي بتحك في العارضه؟ فين الاختراق اللي انت بتعمله فبتاخد ضربه جزاء؟ فين التحركات اللي على ال 18 بتاخد بيها ضربات حره على ال 18؟ ما هي دي النجوميه ودي الفرقه. انما انا بستلم واروح مسلم، اروح مستلم واروح مسلم، استلم واتحرك، ده حلو قوي، لكن فين البصمه؟ فين بقى الايه اللي فوق البيعه؟ فين اللي يميزك عن بقى؟ يعني ايه اللي يخليني اقول مثلا ان انا لاعب ناصر منسي ما لعبش احمد ناصر ماهر، ما لعبش احمد حمدي؟ ايه اللي يقول مثلا ان انا لاعب ما لعبش فلان؟ الاضافه اللي انت بتحطها. عبد الله بصمته واضحه، بالرغم ان انت النهارده جاي تلعبه في مركزه. طب هما مين اللي هيستلم مني؟ انا مين اللي هيسلمني؟ مين اللي هشغل مين ومين هيشغلني؟ هشغل مين ومين هيشغلني؟ لما الاثنين اللي على يميني مش واحد على يميني مش شغال، وعلى شمالي مش شغال، واللي في ظهري مش شغال، واللي قدامي ميت بقاله سنتين، سيف الدين الجزيري ده مقتول. طب انا هشغل مين؟ طب انا هسلم مين؟ طب انا هستلم مين؟ مفيش حد. فالنهارده في عبد الله انت وصلته لحاله احباط، طبعا هو هيسكت ومش هيتكلم لحد الماتشين دول ما يعدوا، وبعد بطوله افريقيا هيبقى في كلام. الوضع اللي ده والعك ده، انت النهارده خسرتنا 3 نقط ممكن يكونوا سبب في ان انت تخسر الكونفدراليه. ليه؟ لان انت حطيت حاله من عدم الثقه تاني في الفرقه بعد ما اجتزنا ده بالفوز على الاهلي، وقبليه كنا فايزين على الاتحاد، والماتش اللي فات مع البنك الاهلي. بان لك ان الماتش اللي فات في البنك الاهلي ان الفرق في الدوري المصري مش سهله، وخصوصا لما بتلعب الاهلي والزمالك. يعني انت تقعد تتفرج على البنك الاهلي في اي مباراه ثانيه، ده مغلوب من اهلي 4، ده مغلوب من زد 3، ده مغلوب. تيجي بقى تتفرج عليه وبيلعب الاهلي او تتفرج عليه وبيلعب الزمالك، لا فرقه ثانيه خالص. فتفهم ده. والناس اللي معاك في الجهاز النهارده عبد الواحد السيد واحمد مجدي، لا انت كده خساره النهارده هتعمل. احنا هو لازم يقولوا له كده، خد بالك جماهير الزمالك فرحانه قوي بفوز ببطوله امبارح، فماتش النهارده مهم للدوري ومهم لاستمرار فرحه الجماهير. لازم المدرب الفني توصل له الكلام ده، واقول له اقتراح، لا انا العب بالفريق كامل، واللعيبه دي عايزين نريحها نديهم اجازه زياده. يعني اللعيبه هترتاح بكره كلها بعد المباراه بتاع النهارده. خلاص لو انت هتبدا التدريب بكره، ابدا التدريب بالناس اللي ما لعبتش، الناس اللي لعبت النهارده ريحها، وريح النجوم بتوع الفريق، وازود لهم يوم تاني. اليوم التاني اللي هو اللي هو هيبقى يوم الثلاث، يجي يعملوا مثلا شويه حاجات كده بسيطه ويمشوا، او اديهم راحه كامله. انت مش لسه هتعمل، لا، ويجوا يتمرنوا معاك من الاربع والخميس، وتشوفوا بقى هتسافروا. لكن الكلام ده انت خسرت 3 نقط، عملت مشاكل في الفرقه. انا متاكد ان في مشاكل في الفرقه حصلت النهارده، وزعل الجماهير ونكدت على الجماهير، ودخلت حاله من الشك وعدم الثقه تاني للجماهير قبل المباراه النهائيه. دي بطوله دي بطوله ودي بطوله، لكن الثقه واحده. اوضه اللبس والمكسب والروح جوه اوضه اللبس واحده. النهارده عبد الله السعيد وناصر منسي وسيف جعفر، اتمنى سيف جعفر يقعد لاخر الموسم، ما عندوش حاجه يقدمها اصلا. وانا متاكد ان في ناس كتيره بعد الكونفدراليه مش هتبقى موجوده، لانه مش مضطر لحد كده، كل الناس موجوده، وكل الناس كل الاوراق تحت ايده في الاستخدام وتلعب، هيلعبوا. فالناس اللي انت عمال بقى تقول لي مطيابه وتقول لي سامسون وتقول لي دول ما لهمش وجود. انت عندك الماتش اللي جاي بتاع الكونفدراليه، بعد الماتش اللي عمله زياد كمال النهارده، محمد شحاته النهارده يلعب ب3 في قلب الملعب. الماتش بتاع نهضة بركان هناك، انت محتاج تبقى ماسك وسط الملعب. تمسك وسط الملعب يعني هتدافع كويس، وتمسك وسط الملعب يعني هتهاجم كويس. شوف انت عايز تعمل ايه. طول ما انت ماسك وسط الملعب هتقدر تنفذ اللي انت عايز تعمله. فاقدر العب بدونجا وزياد كمال، وقدامهم محمد شحاته اللي هو يزيد اللعيب ده، يديك باور في كل حاجه. ده اللي يروح يضغط على المدافعين وهم بيبنوا، يضغط على الديفندرات وهم بيبنوا، والاثنين دول يبقوا قافلين لك وسط الملعب. انت مش هتزيد كتير الا بقى ان كان في هجمه مرتده في التحولات في كده في المباراه دي، ولحد ما تشوف المباراه شكلها ايه والدنيا ماشيه معاك ازاي. عايز تطور اللعب هتقدر تطور اللعب بيهم برضه. هتثبت زياد كمال ودونجا، وتخلى محمد شحاته لعيب كوره. محمد شحاته ممكن يخش يلعب مركز 10 ويشوط،
ويعدي ويخترق ويعمل كل اللي انت عايز تعمله. محمد شحاته يقدر يعمل لك اللي بيعمله احمد حمدي واللي بيعمله ناصر منسي، بس بشكل ايجابي اكتر، مش جمالي، ايجابي. والمباراه دي مش مباريات جماليات. ممكن مباراه القاهره هتبقى محتاج مثلا احمد حمدي يبقى موجود بتاع، في مباراه القاهره بقى اخد منهم واحد، اطلع منهم واحد، العب مثلا بدونجا وشحاته واحط قدامهم احمد حمدي في المباراه دي. ده اللي انت محتاجه الماتش اللي جاي. لكن انت كسرت نفسنا النهارده ونكدت علينا وضيعت فرحتنا بتاعت امبارح. يعني انا امبارح اتفرجت على ماتش الطايره بالليل، النهارده اتفرجت على ماتش تاني عشان اتفرج على اللعيبات والالتزام اللي كانوا بيعملوه والروح اللي كانوا بيعملوها والاحترام للمدير الفني اللي عمل بصمه يعني وظهرت امبارح في الفتره اللي فاتت لما اتكلم. وعلاقه اللاعبات بيه امبارح خلاني اشوف الشكل المشهد بشكل افضل. امبارح كانت مباراه تحس ان انت بتتفرج على مباراه كره طايره في اوروبيه او في مباريات كاس العالم. الفرقتين في منتهى الروعه. لكن لما الزمالك يكسب عادي، الاهلي لو كسب عادي، ليه؟ فرقه كامله مستقره بقى لها سنين. انما الزمالك دي تاني سنه، فعندنا فريق كره طايره خدوا بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، ودي بطوله افريقيا السنه دي، واول مره فريق يروح يلعب في كاس العالم للانديه، لان اول بطوله كاس العالم للانديه في الطايره. يا رب تكمل بقى وما يلغوهاش. احنا كنا اول فريق كره قدم يلعب في كاس العالم للانديه ولغوها، فان شاء الله تكمل دي والفريق بالظروف دي. وكان مرتضى مصفيهم قبل ما يمشي، وزي ما صفى فريق كره الطايره رجال، وطلع امبارح النهارده يقول مش عارف ايه احمد واحمد. ما انتوا صفيتوا ما انتوا صفيتوا الفريق بتاع كره الطايره بتاع رجال، ما انتوا اللي كنتوا عاملينه برضه، ما انتوا اللي صفيتوه. كل الخسائر اللي بتحصل للزمالك السنه دي في اليد وفي السله وفي الطايره في عصر المجلس ده سببها لان هم جم ما كونوش فرق، هم جم ما عملوش فرق. هم كل اللي جابوه اللعيب الصربي بس، اللعيب الصربي اللي هو وما بيلعبش، لانه جابوه في مركز ابو البابا، لان ابو البابا ما كانش متأيد وما كانش عارفين تقريبا انه هيتأيد ولا مش هيتأيد، وبعد كده لما مش عارف ايه اللي حصل فاتأيد. دي الخطأ الوحيد اللي عملوه في كرة الطايرة الرجال بس. لكن انت اللي مشيت اللعبة، وانت اللي مشيت رشاد، وانت اللي مشيت هرنانديز، وانت اللي الرفائيل اللي هو اللي كان برازيلي، انت اللي مشيت دول كلهم الاربعه دول اللي هم كانوا، وما دعمتش. جبت دوله ودوله. الاهلي لبسنا اتنين لحد دلوقتي، ممكن السنه الجايه يبقوا كويسين. لحد دلوقتي الاهلي ملبسنا اتنين لوز، الزمالك لبس اتنين لوز، دوله في الطايره واحمد اسمه احمد ايه في الباسكت. يا نهار ابيض، لعيب يشل. ده انا كنت فاكر ان كاجو، اسمه كاجو، كاجو ده اسوأ لعيب سله ده طلع ده اسمه احمد اسماعيل. يا نهار اسود، ملوش علاقه بكره السله، طول على الفاضي. يلا خير ان شاء الله باذن الله. ف اللي احنا خساره النهارده دي يتحاسب عليها الجهاز الفني كله او على راسهم طبعا جوميز. ده يقلقك من مدير فني، تحس يا دوبك هتديله الثقه وتقول ده كويس وبنلعب كوره وكذا، وبعدين تبص قرار زي النهارده ده قرار مدرب خايب. قرار النهارده ان انا العب باللعيبه دي في مباراه مهمه زي دي، في بطوله مهمه زي بطوله الدوري، ده قرار مدرب خايب. ده قرار مدرب ما بيعرفش ياخد بطولات. ده قرار مدرب ما خدش بطولات قبل كده فخايف عليها. هو ما خدش بطولات قبل كده، فمش مش عارف يعني ايه لما اخسر 3 نقط والمنافس بتاعي برطع. انت دلوقتي بينك وبين بيراميدز ده كده على الورق 8 نقط لحد دلوقتي. انت لسه ما وصلتش لعدد مباريات بيراميدز، فانت لما توصل لعدد مباريات بيراميدز ممكن الفرق يزيد. يعني بيراميدز خلاص لعب العدد المباريات دي، وصل للعدد ده من النقط. فانت النهارده خسارتك النهارده انت اعتذرت للاهلي ان انت كسبته. انا خدت منك 3 نقط، انا رجعتهم لك تاني، انا اسف. ده المعنى الحرفي للهزيمه النهارده. ده غير بقى يعني ايه النكد اللي انت نكدته على الزمالك في ماتش سهل. ده ماتش سهل، ده انت بتلعب باللعيبه اللي المفروض يعني 7 منهم ما يبقوش موجودين في الزمالك السنه الجايه، لا ياسر حمد ولا ابراهيم ضاي ولا متيابه ولا سيف الجزيري ولا سيف جعفر. ادي 5 غير بقى اللي بره يبقوا موجودين في الزمالك. وبالرغم من كده انت كنت مسيطر على الشوط الاول وحاطط سموحه في وسط الملعب وبتلعب كوره
كويسه لحد ما ابراهيم مضيع عمل العكه دي. طب وانت مستني ايه؟ ليه تستنى؟ وانت لما تنزل زيزو وفتوح ونزلت الخمسه انت بتلعب مكسحين قدامك؟ ما انت هو اول ما جاب جول خلاص هو مش هيطلع من مكانه تاني. هو اصلا جاب جول، لو انت بتلعب بالفيرست تيم بتاعك وبيجيب جول بيناموا ورا، فما بالك بقى انت بتلعب بدول وهو جاب جول، هيقفل بقى ونزل اللي انت عايز تنزله. ما انا مش عامل حاجه، انا هقفل. انت نزلت زيزو، انا كنت بدافع بباك شمال واحد، هزود لك عليه ديفندر قدام زيزو، قفل مات زيزو. الراجل ده كان بيهاجم، لا روح نام على فتوح، نام ناحيه فتوح، ما تهاجمش بس، وسيب حسام حسن يبرطع لوحده قدام، قفل لك اللي انت عملته. عمال تعمل ايه تاني؟ بس وهيزود لك ديفندر من الديفندرات، هيقرب من الاثنين مساكين بقى، قفلها لك. اقعد بقى انت خبط ورزع. طب انا شايف الكره بتاعت احمد حمدي دي ضربه جزاء. اللعيب لمس الكوره في ماتش الاهلي، في ماتش هتشوف حكم من الحكام هيطلع يقول لك ضربه الجزاء دي ضربه جزاء صحيحه من اللي بيحكم من الحكام التانيين. اللعيب لمس الكوره، بس لمس الكوره وعرقل احمد حمدي. لما لمس الكوره ما راحتش لهاني سليمان، والكوره ما طلعتش اوت، الكوره كانت لسه في حوزه احمد حمدي. ولولا ان هو العرقله، رامي ربيعه لما زق الكوره من قدام زيزو، زق الكوره راحت لمصطفى شوبير، وزيزو شاط في رجليه ما فيهاش اي حاجه. الكره الثانيه بتاع سيف الدين الجزيري، زق الكوره راحت لمصطفى شوبير، خلاص كده الكوره انتهت. ادام الكوره طلعت اوت او راحت لمصطفى شوبير الجون مسكها، يعني خلاص كده الكوره انتهت. عارفين لو رامي ربيعه زق الكوره من قدام سيف الدين الجزيري والكوره ما طلعتش خط، الكوره هيطلعها كورنر، مش هيرجعها لمصطفى شوبير زي الموقف ده، والكوره راح تطلع كورنر. لو الكوره لسه ما طلعتش كورنر وحصل التلامس بينه وبين سيف الدين الجزيري، ما هو زق الكوره وبعدين حصل التلامس ما بينه وبين سيف الدين الجزيري، فالكوره راحت لمصطفى شوبير انتهت. مجرد ان الكوره انتهت وحصل خلاص انتهت. لكن الكوره لسه خارجه في الملعب، ما حدش لمسها وما خرجتش بره الملعب، ضربه جزاء. ليه؟ لان كان ممكن سيف الدين الجزيري يجري يلحق الكوره، لسه في فرصه ان سيف الدين الجزيري بالرغم انه اتشنكل من رامي ربيعه، ورامي ربيعه زق الكوره، لكن كان في فرصه ان سيف الدين الجزيري حتى لو واحد في الالف كان لسه الكوره في الملعب، واللعيب ده سوبرمان هيشقلب لنا ويطلعها ويجيبها، بتتحسب ضربه جزاء. لكن رامي ربيعه زق الكوره راحت لشوبير، وبعد كده عرقل او شنكل النجم العالمي سيف الدين الجزيري. النهارده احمد حمدي بيرقص، الواد شال رجليه الشمال برجليه الشمال وزق الكوره، بس لو ما كانش الكوره لسه في الملعب، لولا العرقله كان احمد يقدر يكمل ويلحق الكوره تاني. ما اعرفش ازاي راحت على الفار دي الحكمه مش لمس الكوره، لمس الكوره طلعت اوت، لمس الكوره راحت لحارس المرمى، لمس الكوره راحت لباك تاني شالها، يبقى كده لمس الكوره الاول يلغي العرقله اللي بعدها. انما لمس الكوره ولسه الكوره اللعيب يقدر يكمل ويجيبها جول، وانت عملت العرقله، يبقى انت منعت اللعيب انه يجيب جول. راحت على حكم كبير زي الحكم، حسابها ضربه جزاء على اللي في الفار الصباح ده، ما اعرفش. يلا نكت علينا يا عم جوميز، وربنا يستر على ماتش الكونفدراليه. نهضه بركان او نهضه بركان مش بالقوه اللي انت فيها دي، لكن احتياج الزمالك لبطوله في الوقت ده هيخلي في نوع من العصبيه، وفي نوع من القلق والتوتر ان المباراه تروح. لكن انت افضل في كل الخطوط من نهضه بركان، عندهم مشاكل جامده في في الدفاع، وعندهم مشاكل في حراسه المرمى. هم الضربات الثابته اللي بيعملوها هي نقطه ضعفهم. يعني هم بيلعبوا ضربات ثابته او كور عاليه جوه ال 18، وانت هم كل بتوع شمال افريقيا بيلعبوا ضرب ويخشوا يهجموا على المرمى مره واحده كده. ممكن ما يكونوش مميزين فيها، لكن بيخشوا بزياده عدديه كبيره قوي، بيدربكوا الدنيا. نفس هي نقطه ضعفهم، ان الكور العرضيه ما بيعرفوش يتمركزوا فيها كويس، وحارس المرمى مش كويس. الزمالك افضل بكتير، لكن هو حساسيه واهميه البطوله هي اللي ممكن تكون تدي توتر شويه. نتمنى ان ربنا يهديه ويعقل، ودايما لاعب سامسون اكوليونا هناك زي دريمز. انت لما جيت لعبت وعكيت وكنت مجبر، كان زيزو مصاب، وكان فتوح مصاب، وكان عمر جابر مصابين، فانت ما قدرتش تلعب بيهم.
فجيت ماتش درينز ما عرفتش تكسب، وعقدت موقفك في البطوله الافريقيه، جيت عدت نفس السيناريو النهارده تاني برضه. طب ما انت جربتش من ماتش درينز، ما حرمتش من ماتش درينز ان انت كنت ممكن تخرج في البطوله، فرقه زي دي كانت ممكن تكسبك هناك لو انت ما وفقتش ان انت تجيب جون والتاني ورا بعض الاول. كان العك والدربكه والحر والرطوبه دول كانوا ياثروا عليك، ان انت ممكن لو هم هبدوا جون الاول كانوا ممكن خرجوك من البطوله. لكن انت برضو النهارده عدت نفس الشكل تاني، خسرت 3 نقط في بطوله مهمه جدا ولا تقل اي اهميه. بطوله الدوري لا تقل اي اهميه عن بطوله الكونفدراليه. دي بطوله ودي بطوله، دي البطوله الام، دي البطوله الاساس، الدوري اللي هيوصلك للبطولات اللي بعد كده. ربنا ينكد عليك، مش هقول لك حاجه غير ربنا ينكد عليك. ونعدي بقى، شوف بقى تقعد بقى من دلوقتي لحد ماتش الكونفدراليه الاول وانت قاعد بقى متضايق ومتعكنن وقرفان. يلا ربنا يسهل ان شاء الله وخير باذن الله. ده دايما نقول المدير الفني الكبير اللي بقى واخد بطولات، يعني تعالى كده مدير فني من المدربين الكبار بيلعب في بطولات كبيره ولاعب بانديه كبيره، لا انا عارف قيمه البطوله اللي انا بلعب فيها. هلعب هنا وهلعب هنا، لكن هلعب هنا بكسب والعب بالنجوم بتاعتي عادي. لما بكسب ممكن النجم اللي هو بقى الاول اروح مريحه، ممكن اوقفه، ما اخفيه في كده بيخفي اللاعب. يعني ايه انا اخليه قد، يعني فتوح وعمر جابر كسبت النهارده كانوا يبداوا المباراه، كسبت ما تعدهمش نص الملعب، عملوا ايه؟ خفتهم. عملت ايه؟ خليه يسلم واستلم بس يأدي الحته الدفاعيه بتاعته. وسموحه اصلا مش هيعرف يهاجمني لان انا ضاغط من نص الملعب، بس لحد نص الملعب كده، لا هطلب منه سبرنتات للخط ولا هطلب منه. زيزو كسبت، تعالى زيزو اقعد ريح خلاص. ليه؟ ما انا خلاص كسبان، والناس دي هتقوم بقى بالدور اللي بقت الموضوع بدل ما يتصاب ولا بتاع ولا حاجه زي كده ونريح. انما انت تشيل دول وتحط دول، لو المسافه قريبه نقول لك ماشي، لو اللعيبه رجلها في الملعب نقول لك ماشي. انما انت جايب لعيبه من بيوتهم ما بيلعبوش زي ياسر حمد وزي ماتيابا، ما انت بالك ماتشين بره السكور خالص. سامسون اللي بقى له ماتشين في السكور وبينزل وابتديت بيه ماتش دريمز بره السكور النهارده خالص. ده عك، ده راجل بيعك. نصبر لحد الماتشين بتوع الكونفدراليه ما يخلصوا وبعد كده مش هيبقى عنده اي حجه. احنا دلوقتي عمالين نقول اصل النهارده اصل الكونفدراليه، يا عم الكونفدراليه ايه؟ ده ماتش بعد 7 ايام وبعدين هتقعد 7 ايام تاني للماتش اللي بعده. انت تروح هناك تقفل وتلعب على الهجمات المرتده، ممكن تخطف جون، ممكن تطلع تعادل ايجابي وتحاول ان انت تقفل ان انت ما تخشش في الجون وتحاول تسجل جون. ادي ماتش الكونفدراليه هناك. ولو لعبت بشكل كويس ومقفل كويس ومنظم ولعبت على التحولات تقدر تجيب جون واثنين. الفرقه مش تقيله بتاعت نهضه بركان. المهم انت هتديرها ازاي بس؟ ما انت بقى الواحد بقى بيخاف منه، انا بقيت اخاف منه، انا مش عارف والله العظيم. يعني الماتش الجاي وصلت سيبه تلاقيه لعبنا ماتيابا وسامسون، والله العظيم ماتيابا وسامسون، ازاي ما تفهمهاش؟ هو كده حاجه بجد. اهو ده اللي انا بقرف منه بقى. اهو ده انا مش عارف يا ابني اقيمك مش عارف. زي ناصر ماهر انا مش عارف اقيمه برضه. ماشي بنكسب واللعيبه كلها حلوه مع بعضها. النهارده فين ناصر منسي؟ فين ناصر ماهر؟ النهارده ماتش زي ده كنت انت تعمل بقى فيه الفارق. مفيش الا انت وعبد الله السعيد، والباقي كل اللي بيلعبوا في الثلث الهجومي ما لهمش لازمه. يعني النهارده اللي كانوا بيلعبوا حسام عبد المجيد ومحمد شحاته، عبد الله السعيد وناصر منسي، الاربعه دول. طبعا عواد جول 4، والباقيين دول مش ما يلعبوش في الزمالك. كل اللي كانوا في الملعب بعد كده ما يلعبوش في الزمالك. 4 لعيبه. شحاته ما بيلعبش كتير اساسي، وعبد الله وناصر عشان مش متأيدين كمان، يعني ما عندهمش حساسيه في المباراه وكده. لا، فلما تلاقي اللعيبه بتظهر في وسط النجوم الكبيره، طب ما انا عايزك في يوم انت بقى، فين اليوم اللي انت هتحط فيه بصمتك؟ فين اليوم اللي لا ناصر بيلعب؟ فين ده عبد الله بيلعب؟ بس عبد الله النهارده ما اقدرش الوم عليه في حاجه. عبد الله لعيب صانع العاب، النهارده هيصنع العاب لمين؟ ده بيدي المطيابه ويروح له بالكره على الارض، حط بقى التو يطلعها فوق وياخدوها، يسندها يروحوا واخدينها منه، يسندها تطول منه 3 متر، يعمل التو في رجل الباك التاني. وابراهيم النضاي فاتح بقه ورايح جاي، ما بيشغلش عينيه، بيشوف ببقه رايح جاي، ما بيعملش حاجه خالص. يخرب بيتك. ده انا كنت بقول يلعبوا الماتش الجاي نهضة بركان طرف شمال، او بدل
النجم العالمي بتاعنا اللي مش جاي ابو شنب اسمه ايه؟ مصطفى شلبي. ليه؟ لان الماتش الجاي انت محتاج واحد يجري ويعمل تاكلينج ويجري قدام فتوح ويقفل قدام فتوح ويضغط على الباكات ما يخليهمش يطلعوا بالكره بسهوله ويرجع مع الباك. ده عبد الله ابراهيم نضي يعمل لك الحته دي كويس، لكن هو ما بيلعبش باك شمال لانه ما بيعرفش. لكن هو ممكن يجري ويرخم ويعمل تاكلينج ويزحلق وما بتفرقش معاه، يترقص ما يترقص ما بتفرقش معاه دي. وممكن يزيد بسرعه ويخش ويعمل حاجه. انما باك شمال دي وتعمل ما بيعرفش هو في الحاجات دي، ما يعرفش ان هو واجبات مركزه ويقفل ازاي ويتحرك امتى. ما فيش الكلام ده. ارجع تاني واقول النهارده جوميز خسرنا 3 نقط ممكن يكونوا بدايه مشاكل كتيره في الزمالك السنه دي. يعني ماتش الاهلي كان نقطه تحول، النهارده نقطه تحول بس للعكس، للورا. الاهلي بيلعب امبارح، بيلعب الجونه متعادل، الاهلي متعادل مع الجونه في الدور الاول فمضيع منه نقطتين، وكسب الزمالك وانت كسبانه برضه بنفس الطريقه اللي انت عملتها النهارده، وانت كسبانه وبرضه قعدت تعمل مش عارف تطلع مين وتعمل مش عارف ايه وقفلت وخربت الدنيا بنفس الطريقه برضه، وبدل ما انت كسبان 2-1 ومسيطر على خسرت 3-2. طيب لا لعب امبارح، لعب بالناس اللي تكسبه، بعد كده ولا حد هيكسبه ولا حد حاجه، ده من عند الله، من عند الله. الشوطه بتاعت امام فتحت الماتش من قبل الشوطه، ولا في حاجه راحت على الجون ولا في حاجه رايحه ولا في جمله بتتعمل، كلها لونج باص، وبيرسي تاو عمال يترمي الناحيه دي ومش واسمه ايه شحات من الناحيه، ولا في كوره بتتلعب. لكن الراجل عمل ايه؟ لعب بالناس، ما فتاش. رامي ربيعه ما بيلعبش، لعب محمود متولي بس، لكن لو رامي ربيعه موجود كان هيلعب بيه ثابت. وبعد ما جاب الجون الثاني قال يعني بقى بيطلع النجوم، طلع بيرسي تاو وطلع الشحات وطلع عبد الله السعيد الواد امام عاشور، وطلع العالمي ابو علي اللي ما لمسش الكوره امبارح. لكن هو الراجل ده التشكيل بتاع الاساسي لعبت بيه، جبت 2-0 رحت مطلع اللعيبه ونزل الناس التاني. ما هو نفس موقفك هو موقفه. بالعكس انت تلعب ماتشين، ده هيلعب 4 ماتشات الاهلي. يعني انت هتلعب النهارده اخر ماتش وتلعب يوم 12. الاهلي هيبقى فاضل له 4 ايام تقريبا على ماتش الترجي في تونس، عشان المباريات المؤجله بتاعت الاهلي الكتير. كلام فارغ وعك مدربين وحاجه بجد تقرف والله العظيم 3. انا ما اعرفش اي واحد في المدرج تطلع تقول لك لا التشكيل ده لا، العب بالتشكيل بتاعك عادي اكسب وبعد كده ابقى ريح الناس دي. ده انت لسه قدامك 7. اي واحد ما بيفهمش في الكوره خالص يقول له ده، يقول لك فين زيزو؟ هو ما بيلعبش فتوح ليه؟ هو ما بيلعبش امام؟ يقول له في الكونفدراليه ايه يا عم الحاج ده بعد اسبوع؟ العب النهارده الاول واكسب وبعد كده ابقى افكر في الكونفدراليه. اقفل النهارده ده وبعد كده اريح عبد الله وده والناس ده احنا بنصدق ما بيجي الدوري عشان نشوف عبد الله يلعب. انت جبت له احباط زي ما انت جبت لنا احباط كده. يلا ربنا يسامحك يا عم، ربنا يسامحك والله، والله ينكد عليك زي ما نكدت عليه، مش هقول لك حاجه تانيه غير كده. يلا اشوفكم على خير والسلام عليكم.